علي بن الحسين كان مع أبيه الحسين بن علي في كربلاء. وتعلم أيها المبارك أن كربلاء شهدت مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قتل مظلوما شهيدا في 10 من شهر الله المحرم، وكان على المشهور صائما. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. لماذا لم يقتل علي هذا مع أبيه الحسين بن علي؟ لم يقتل لأنه لم يشارك في القتال، كان يومئذ عمره 23 سنة، موعوكا مريضا، فلم يستطع أن ينصر أباه، فتركه القوم وأحجم عنه العدو، وما ذاك إلا بقدر الله حتى تبقى سلالة الحسين، لأن الحسين فقد أبناءه جميعا في معركة كربلاء كما فقدته الأمة رضوان الله تعالى عليه، ولعنة الله على من قتله، ولعنة الله على من أشار بقتله، ولعنة الله على من فرح بقتله. رجع علي بن الحسين إلى المدينة ونشأ فيها مع جملة من آل البيت الكرام بعد ذلك، ثم كتب له أن يموت بعد عمر حافل بالعبادة والطاعة، ووسد في هذا البقيع، بقيع أهل الغرقد. لكننا لا نستطيع أن نتجاوز شيئا من سيرته، من أعظمها ما أفاءه الله عليه من نور التقوى والنور المنسل المأخوذ من جده صلوات الله وسلامه عليه. علي بن الحسين أمه من فارس، وأهل فارس في الأصل قوم عظام كرام، جاء في الأحاديث فضل أهل فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا آل البيت، وكان سلمان فارسيا لكن